يا مساء الخير عليكم، حلقة جديدة وسيشن جديدة بودكاست فري ثيرابي. بقين نسكافيه ويلا بينا بسرعة. استكمالا للي بدأناه من أول السيزون، أنا ليه أروح للثيرابيست؟ فأنا لقيت لك سبب أساسي يخليك حاسس بحالة الحزن والزعل اللي ملهاش نهاية: الوحدة. فخليني أقول لك من قلبي، أنت مش لوحدك. هل الوحدة وحشة؟ الوحدة وحشة جدا، بس هي مهمة ومفيدة. في حاجات كتير أنت عمرك ما بتعرف تتصرف فيها إلا لما بتكون لوحدك. يعني أنا شايفة إن كل بني آدم محتاج إن هو ياخد وقته ينعزل شوية، يجرب يعيش لوحده لو ظروفه تسمح. يعني لو جات لك مثلا فرصة شغل بعيدة شوية عن البلد اللي انت فيها، جات لك منحة دراسة بعيدة شوية، فدي هتبقى فرصة حلوة إن انت تعتمد على نفسك. في حاجات كتير انت مش بتتحمل فيها المسؤولية إلا لما بتبقى لوحدك، مفيش قدامك حل غير إن انت اللي تاخد القرار وتتصرف. عمرك ما هتتعلم شغل البيت أو تعمل أي حاجة في البيت إلا لو انت عشت لوحدك. فعلى قد ما الوحدة وحشة، على قد ما هي مفيدة ومهمة. بس إحقاقا للحق، في وقت وحدتك ده، أنا بقولها لكم عن تجربة، يعني أنت 20% بس تبقى مبسوط، بقية الوقت أنت بتبقى عايز ترجع كل نص ساعة، خصوصا لو أنت متغرب غصب عنك مش بمزاجك، فما بتبقاش قادر تستحمل البعد والوحدة. خلينا نغوص أكتر في الموضوع. في مليون شكل للوحدة. في حد بيبقى مختار الوحدة بمزاجه، بيبقى مختار إن هو يبعد. مش شرط يكون مر بانتكاسات قبل كده، ولا بعلاقات فاشلة، ولا إن هو اتلدع من الناس فبقى يبعد عنهم، بس لأن هو بيعرف يعمل مود لنفسه لوحده. هو بيعرف يبسط نفسه، بيعرف يسلي نفسه، بيعرف يعيش معاها وبيحبها. بس في حد بيتجبر على الوحدة. في حد الحياة مش بتديله فرصة الاختيار إذا كان يعيش مع حد ولا يعيش لوحده. هو بين يوم وليلة بيلاقي الدنيا اتغيرت. اللي سافر وهاجر، اللي اتجوز وبعد، وفي اللي فارق ومشي غصب عنه، فبتصفصف عليه هو ودماغه وبس. من بين كل الناس اللي حكت تجاربها عن الوحدة، محدش اتكلم عن الفراغ الحقيقي اللي بتسيبه الوحدة جوانا. فخليني أتكلم بلسان حالك وأقولك عن كل الكلام اللي بيدور في دماغك. بقى نسكافيه وتعالى أقولك الحقيقة، إن أنا بخاف من وحدتي. بخاف لما الدوشة اللي حواليا تسكت ويتبقى لي بس دوشة دماغي. بخاف من قعدتي آخر الليل لوحدي، بتبقى قاعدة حقيقية جدا، انت مش بتجمل الكلام لانك مش هتكذب على نفسك. القعدة دي انت بتراجع فيها كل اللي حصل لك في حياتك، بتكتشف اكتشافات رهيبة. فانت لو سبت نفسك لدماغك، هتلاقي انك في علاقة مع حد ما بتحبوش، شغال شغلانة مش عاجباك، مصاحب ناس مش شبهك، اتنازلت عن حقك في اوقات انت كان موقفك اقوى بكتير من اللي قدامك، ضحيت ببلاش، قدمت خير كتير وما تقدرش، وهكذا. هتكتشف ان تقريبا نص عمرك اللي فات ما كنتش عايش على مزاجك. والحقيقة ان كل الافكار دي انت عمرك ما هتوصل لها الا لما تكون لوحدك. فعلشان كده بقيت تخاف من قعدتك مع نفسك. لما تلاقي نص ساعة كده مع نفسك بتحاول تهرب، تمسك بقى الموبايل، تقلب في اي حاجة، تتفرج على فيلم، تلعب جيمز، تعمل اي حاجة تلهيك عن دماغك وصوت دماغك. سؤال: هل كل وحدة مضرة؟ او هل دايما قعدتي لوحدي نتيجتها فشل وافكار سلبية؟ بالعكس، انت افكار كتير من اللي ممكن تجيلك لوحدك هي صح. ساعات كده احنا بنحتاج نقعد لوحدنا شوية عشان نحسم امر ما، تشد الفيشة، تفكر على رواقة وتاخد قرار. حلو جدا ان احنا نقعد نسمع لكل الناس اللي حوالينا ونسمع لآرائهم، بس في الاخر القرار الاخير بتاعك انت وبس. بقين نسكافيه. نتعمق اكتر في الموضوع. سؤال: هو انا ليه اروح للثيرابيست يعالجني من مرض الوحدة؟ مبدئيا هو مفيش حاجة اسمها مرض الوحدة. الوحدة مش مرض، الوحدة عرض، عرض لأمراض تانية كتير، زي الاكتئاب، زي السوشيال انكزايتي أو الرهاب الاجتماعي، زي حاجة تانية اسمها اضطراب الشخصية التجنبية. ده بقى اللي كنت بتكلم عليه في الأول. ده الشخص اللي دخل في علاقات كتير كانت نتيجتها سلبية،
اللي اترفض من ناس كتيرة قوي، فبقى يعمل زي كده جهاز دفاعي لنفسه ان هو ما يدخلش في علاقات جديدة علشان ما يترفضش تاني، فبيبقى لوحده. بس خليني اقول لك حاجة، مش كل عرض من الأعراض دي ممكن يجيلك، أو مش كل شعور سلبي أنت بتحسه يبقى الحل إنك تلجأ للثيرابيست أو تروح لمعالج يعالجك. في أعراض كتير سهل السيطرة عليها. طب إيه اللي صعب أسيطر عليه؟ لما ألاقي وحدتي دي طولت لفترة طويلة، شهور يمكن سنين، لدرجة إن أنا مش قادر أخرج منها، حشرت نفسي وعزلت نفسي جوه بابل، خروجي منها يسبب لي اكتئاب وقلق وبانيك وتوتر، فساعتها أنا فعلا لازم ألجأ لمعالج يحل لي المشكلة. بصوا، مشكلة أغلب الثيرابيست اللي موجودين حاليا، أنا مش عايزة أعمم والله، بس الكلام ده أنا قريته وشفته وكمان سمعته من نماذج حواليا بالفعل جربت. الموضوع مش زي ما احنا متخيلين. يعني دلوقتي حاسة ان الموضوع بقى موضة شوية، ان اي حد هو حقيقي ما عندوش مشاكل قوية يقول لك انا عندي ثيرابي سيشن، او الموضوع دلوقتي كمان بقى تجارة اكتر. بقى غير ان انت مثلا دكتور يبقى عنده عيادة او ان هو بيستقبل حالات بشكل طبي شوية، بقى في سيشنز اونلاين، مش عايزة اقلل منها، بس مش كل الناس اللي بيدوها بيبقوا دكاترة. الموضوع قل شوية، بقى متخصصين، بعد كده بقى اخصائي نفسي، بعد كده بقى دلوقتي لايف كوتش. مش كل الناس دي مؤهلة ان هي تحل مشاكل كبيرة حقيقية، انتوا فاهميني؟ فالمشكلة ان انت فعلا لما بتروح لثيرابيست بيبقى ليك مثلا ساعة او ساعة الا ربع بالظبط تتكلم فيها. طبعا احنا اغلبنا بيعدي الوقت ده، وكل وقت من دول اللي هو مش برقم بسيط، انت بتحتاج سيشنز كتير جدا علشان تحل مشكلتك او تتعافى الى حد ما منها. فالموضوع بيستغرق وقت وفلوس وطاقة، ومش كل تقريبا الدكاترة اللي موجودين دلوقتي هم قد المهنة أو مؤهلين للمهنة. أغلبهم بيتجهوا للعلاج بالأدوية، ودي زي ما قلت لكم قبل كده مش أحسن حاجة احنا ممكن نعملها يعني. ففي حالات بتبقى قوية جدا محتاجة فعلا علاج نفسي، زي مثلا الصرع أو اضطراب الشخصية الحدية، الشيزوفرينيا، ال ADHD، ال OCD، الحاجات الاضطرابات القوية فعلا. لكن في حاجات كتير بتبقى أبسط من إن إحنا نكبر الموضوع ونروح لدكتور. فبجد يا جماعة الموضوع ده مهم، العلاج النفسي عامةً دي حاجة مهمة وقوية جدًا، فيا ريت أغلب الناس الممتهنين المهنة دي يكونوا قدّها، ويكونوا عارفين يتعاملوا فعلًا مع الpatients اللي بتيجي لهم، ما يبقاش الموضوع تجارة ولا سبوبة يعني، محتاجين نبقى أرقى من كده شوية. بُقين نسكافيه. طب وآخرتها؟ آخرتها الوعي. خُد وقتك زي ما أنت عايز في الاختفاء، وإن أنت تاخد وقت لنفسك، خصوصًا بعد حدث كبير قوي أثّر فيك. مسير الوقت يدوب الوجع بنسبة حتى لو بسيطة. انتوا عارفين ان 3/4 مشاكلنا هتتحل لو فهمناها، لو فهمنا نفسنا اصلا. يبان لك من بره ان الموضوع بسيط، بس الحقيقة ان محدش فاهم نفسه. اصل احنا عايشين في دنيا كل يوم بتتغير، وبالتالي احنا كمان بنتغير معاها علشان نواكب العصر. التغيير ده بقى بيشمل شكلنا، لبسنا، افكارنا، وكمان مشاعرنا. كل حاجة فينا بتتغير، فبقى صعب قوي ان انت تفهم نفسك، خصوصا بالتقلبات اللي بتحصل لنا كل 3 دقايق، لان احنا بني ادمين مش مستقرين خالص. فلو فهمنا نفسنا هنفهم المشاكل وممكن نحلها. اخيرا وليس اخرا، الحلقة دي انا سميتها مش لوحدك، علشان اقدر ولو بمحاولة بسيطة اني اطبطب على قلب كل حد بيسمعني او بيشوفني دلوقتي. انت بجد مش لوحدك. اي شعور سيء ممكن تكون حاسس بيه، في 1000 زيك دلوقتي في الدنيا حاسين بنفس المشاعر السلبية دي. وأي وقت تحس فيه إن أنت مش لوحدك، ففي ناس كتير حاسة بوحدة وحاسة بخوف وقلق. وعلى فكرة في ناس كتير مش بيبقى عاجبها حالها ولا راضية عن وحدتها، ومش كله بيختار بمزاجه زي ما أنا قلت في الأول. بس الحقيقة إن الوحدة مش رفاهية، زي ما أنت بإيدك إن أنت تاخد المساحة بتاعتك، تاخد وقتك وتبعد وتنعزل عن الناس، يمكن تكون أحسن. بس في ناس تانية مش بإيدها، في ناس مش بمزاجها بيصحوا يلاقوا نفسهم لوحدهم. في ولاد صغيرين الدنيا بتتقلب بيهم في لحظة، كل حاجة بتروح، بيلاقي نفسه لوحده في الدنيا. فما كنتش عايزة أدخل في السكة الحزينة دي، بس لو أنت حقيقي لسه جنبك ناس بتحبك وأنت كمان بتحبهم، ما تخليش الوقت يفوت ويعدي وأنت لوحدك وهم لوحدهم.
حلو إن إحنا نتعلم ونستفاد من تجربة الوحدة اللي ممكن نعيشها، إن هي تعلمنا أكتر، بس ما نسوقش فيها بقى. أنا ممكن أتعلم كل حاجة بس وأنا برضو معايا ناس بحبها. الكلمتين دول هيخلوني أتحمس لفكرة تانية قدام، إنه الحياة ماشية بينا كلنا، بس مش كلنا حياتنا شبه بعض. فصدقني أنت مش لوحدك، أكيد في الدنيا دي في حد بيحس بيك، حد بيحبك. يمكن أنت ما تعرفش، يمكن هو مكسوف يقولك، بس الأكيد إن هيجي وقت وتطمن وما تبقاش لوحدك. بقين نسكافيه. يلا لآخر جزء في الحلقة. كن الشخص الذي يجعلك سعيدا. لو عايزين تاخدوا سكرين شوت، أوكي. أنا مش هتكلم كتير عن الكتاب ده لأني في السيزون الأول أنا قلت كلام كتير قوي عنه، أخدت كوتس كتير منه من كتر ما هو حقيقي كتاب حلو. كتاب أكتر من هو مسلي مفيد، أنت بجد هتحب نفسك لما تقرأ الكتاب ده. في تشابتر في الكتاب اسمه 40 درسا في السعادة للنسخة الأصغر مني. هما بيتكلموا أكتر بصيغة المؤنث، بس عادي ممكن أي حد يقرأ الكلام ده ويأثر فيه. أنت كافية، أنت محبوبة ومدهشة، وتستحقين السعادة الحقيقية كما أنت بالضبط. ليس عليك فعل أي شيء أكثر لتستحقيها. أنت كائن ولست فعلا. الموضوع ده هيخليني أركز أكتر في فكرة إني أتكلم عن حلقة إن إحنا إزاي نحس بقيمة نفسنا وإزاي نحب نفسنا. خلصت الحلقة لتاني مرة على التوالي. الحلقة بتاخد الطابع الدرامي، بيبقى فيها شوية نكد وحزن، بس الموضوع برضو مهم جدا إن إحنا نتكلم فيه. أنا كل حلقة بعملها ببقى بكلمكم وبكلم نفسي، لأن أنا أكيد كل الكلام اللي بقوله مش بالظبط بعمله، بس على الأقل بحاول، ودينا كلنا بنحاول. مبسوطة تاني من الفيدباك على الحلقتين اللي فاتوا، حتى على الشورتس أو الريلز الصغيرة اللي أنا بنزلها بتبسط بيها جدا. يا رب كل الحلقات تبسطكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وشير على تشانل اليوتيوب. استنوا كمان على اليوتيوب الشورتس اللي بنزلها تقريبا مرتين في الأسبوع. اللي حابب ان هو يسمع الحلقة اوديو بس، هتلاقوا اللينك في الديسكريبشن بتاع سبوتيفاي تقدروا تسمعوها. وكمان تابعوا الانستجرام بيج والفيسبوك بيج، بينزل عليها برضو ريلز حلوة من وقت للتاني. كنت معاكم أنا منى السيد، بودكاست فري ثيرابي. تصبحوا على خير وهتوحشوني.